سلام، أهلا ومرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله كامل تكونوا ملاح. اليوم جيتكم بهذا الكراتان سهل وبسيط واقتصادي وغير بربع سطر تاع الدجاج. نروح لطريقة التحضير. في مقلة نديرو شوية تاع الزيت، نزيدو هنايا ربع سطر تاع الدجاج اللي تقطعته، نخليه مليح كيما راكم تشوفوا حتى يطيب ويتحمر. وهنايا زدته رشة تاع الملح، توابل تاع الدجاج ورشة تاع فلفل كحل، ونخلطو مليح هذوك التوابل مع هذاك الدجاج كما راكم تشوفوا. وهنايا بعد ما طاب وتقلى كما راكم تشوفوا يكون طاب يعني 100%، نحوه على جهة. هنايا نسيت في المرحلة اللي تقلوا فيها الدجاج ما تنقصوش للغاز تاعكم، خلوه يعني متوسط الى زايد، خاطرش الدجاج ينشف معاكم ويجي ناشف، بصح كي تزيدوا له يجي مليح يتحمر ويجي شباب. وهنايا بعد ما نحيت هذاك الدجاج ندير بصل هنايا مقطع شرائح رقيقه كما راكم تشوفوا في هذيك المقله اللي كنت دايره فيها الدجاج، ونقلوها مليح ونخلوه مليح يتبال ويتقلى ويتكرمل كما راكم تشوفوا. وهنايا بعد ما طاب هذاك البصل نزيد هنايا حبه تاع طماطم هنايا اللي كنت رافيتها، ونخلوها تتقلى غايه مع هذاك البصل، نحركوها كما راكم تشوفوا ونخليها تتقلى مليح مليح، خطره نحركوها باش ما تلصقناش وما تنحرقش. ومن بعد كي نشوفوها باللي بدا يدخلها الطيب نزيدوا لها رشه تاع الملح. انا درت حوالي نصف ملعقه صغيره تاع الملح، وزدت هنايا نصف ملعقه صغيره تاع الهريسه، ونحركوا هذوك المكونات ونخلوها يعني تطيب على خاطرها، نغطوا عليها ونخلوها تطيب على خاطرها. وهنايا نروح نحضروا صلصه الجبن بديله للبيشاميل. هنايا درت 3 كيسان تاع الحليب، هنايا درت الكاس الاول والكاس الثاني، وهنا نزيد الكاس الثالث. هنايا الحليب ما يكونش ساخن، يكون بدرجه حراره الغرفه. وهنا زدت عليه حبه تاع البيض وزوج ملاعق نشاء مايزينا. هنايا زدت شويه تاع الملح، وهذه توابل الجبن اختياريه، بصح تعطي بلنا كي تاع الجبن، يعني تعزز هذيك النكهه تاع الجبن اللي نزيدوه. باينه بلي ما غاديش نزيد بزاف باش تعطيني نكهه اكثر، تقدروا تستغناو عليها. وهنايا درت شويه تاع الجبن الابيض، هنا ضيفي الكميه اللي تكون عندك، هنا ما كاش عندي بزاف ضفت غير شويه. ايوا من بعد نحركوا هذوك المكونات تاعنا بارد في بارد كما راكم تشوفوا. هنايا خلطوا مليح حتى يتخلط كامل هذاك النشاء وهذيك الحبه تاع البيض تخلط كامل مع هذاك الحليب، يعني جميع المكونات يخلطوا مع بعضهم. كاين غير الجبن اللي ما غاديش يذوب، باينه حتى نديروه على النار. هنايا كنت نخلط فيه مليح مليح، ومن بعد نديه على النار، وايضا نقعد نحرك فيه حتى يتقل معنا الخليط. وهنايا بعد ما تقلنا هذيك لاصوص اللي درناها نبداو في التحضير مباشره. هنايا نديرو طبقه من هذاك الصوص اللي خدمناه، نديروها مليح في البلا تاعنا، نديرو طبقه مليحه يعني باش يجينا مفرمج بلا فرامج بزاف. هنايا درت البطاطا اللي كنت قليتها مربعات صغيره، يعني ما كبرتهاش باش تجي بنينه كما راكم تشوفوا. هنا ديروا الكميه اللي حبيتو، ايضا اللي يبغي يكثر الدجاج بزاف يكثر، يعني اختياري. هنا درت طبقه مليحه تاع البطاطا، ومن بعد نزيدوا هذاك الدجاج اللي كنا خلطناه مع هذيك البصل والطماطم اللي طيبناهم كما راكم تشوفوا. نخلطوهم مليح ونديروا طبقه من هذاك الدجاج اللي درناه فوق هذيك البطاطا، ونستفوها مليح مليح. ومن بعد نزيدوا طبقه من هذيك لاصوص اللي حضرناها، تجي خفيفه يعني ما
ما تجيش ثقيله، ما تجيش كيما لا بيشاميل، يعني كي تاكلوها تحسوها خفيفه وما تقهمش. وايضا ما تخلوهاش تتقال، بالكميه اللي عطيتها لكم ما غاديش تجيكم ثقيله. هذيك هي مع الطيب في الفور، هذيك هي. وهنايا زدت يعني الدجاج اللي كان بقالي. كما راكم تشوفوا نديروه في الطبقه الفوقانيه كاع، نسقمو غايه. وزدت هنايا فرماج رابي اختياري، تقدروا ما ديروهش. ومن بعد نزيدو نديرو طبقه من هذيك لاصوص اللي حضرناها، نديرو طبقه مليحه. وهنا نسقموها غايه من الفوق ونديروها تتحمر في الفرن. انا كنت شعلته من التحت ومن الفوق ونقصوله باش يتحمر معكم غايه. وهنا كانت النتيجه النهائيه، يعني يجي رائع ويجي مفرمج بلا فرامج. يعني كما شفتوا ما كثرتش. شوفوا كيفاش يجي، وهذيك لاصوص تجي يعني خفيفه، ما تجيش ثقيله كيما البيشاميل. وهنايا كنت قسمتها معاكم. كل ما تخلوه يكون احسن ويشد روحه غايه. هنا كنت هذا كي خرجته من الفرن. شوفوا كيفاش يجي البنات. وهنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.